ازاي المصريين القدماء شافوا في إله واحد إنه خالق الحياة كلها؟ أمون رع، الإله اللي جمع بين قوة الخلق ونور الشمس، وجمع بين القوة الخفية المتمثلة في أمون ومصدر الضوء والحياة المتمثل في رع، وأصبح رمز للخصوبة والخلق واستمرارية الكون كله، وهو المسؤول عن تكاثر البشر ونمو الزرع وازدهار الأرض. وعشان كده كان معبود رئيسي في مصر القديمة واتبنى ليه معابد كتير جدا. وكمان هو وزوجته وابنهم الإله خنسو إله القمر شكلوا الثالوث المقدس لطيبة، والتمثال ده بيجسد الإله أمون رع في جسد إنسان ورأس كبش قرونه ملفوفة حول أذنه. والربط بين الإله أمون والكبش أضافت لأمون قدسية كبيرة جدا، لأن الكبش عند المصريين القدماء كان رمز للخصوبة والقوة. لو عجبكم الفيديو وصلتوا لهنا ما تنسوش السبسكرايب، وانتظروا معلومات كتير قوي عن الحضارة المصرية.